بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. السلام عليكم بنات، وكل الهلا بيكم بيوميات جديدة من يوميات ماما رنا. لايك، اشتراك، تفعيل الجرس، يلا نسوي أطيب وألذ كليتشة. طبعا أنا مهيئة كيلوين من الطحين، وضفت له ملعقتين كبيرة من الفانيلا، ملعقتين كبيرة من البيكنج باودر، ملعقتين كبيرة من السكر، ملعقتين كبيرة من الهيل. طبعا مثل ما تشوفون أنا ما خليت خميرة بهاي العجينة، ما استخدمت الخميرة. وضفت بالإضافة إلى هاي المكونات، ضفت ملعقة صغيرة من الملح، وبديت أخلط هاي المكونات الجافة حتى تتجانس كلها. خلطتها بهذا الشكل، وجبت باكيتين من الزبدة. طبعا ذوبتها وضفتها إلى الطحين، وبديت أقلبها ويا باقي المكونات، وضفت كوبين من الزيت، كوبين من الزيت. وبالإضافة إلى الكوبين زيت ضفت لها 3 ملاعق كبيرة من اللبن أو الروبة. طبعا اللبن يضيف لها الهشاشة للكليتشة. وبديت أعجنها، ومثل ما تشوفون أنا ما استخدمت عجانة، أنا حبيت أعجنها بإيدي لأن أنا بصراحة أحب أعجن. بس مثل ما تلاحظون إنه الكليتشة تحتاج فترة، يعني فترة تظلين تعجنين بيها، تستغرق وقت. أما بخصوص المي، أنا ضفت كوب كامل من المي ما ضفته بشكل مباشر كله، لا، ضفته بالتدريج حتى أشوف احتياجي الكليتش ايش قد تحتاج من المي. أنا احتاجيت كوب كامل، بالإضافة إلى ملعقتين من السمنة. ورا ما كملت عجنتها كمرحلة نهائية، خليت ملعقتين كبيرة من السمنة، وبديت هاي آخر خطوة حتى أعجنها، أكمل عجنها. وهنا صارت عجينتنا جاهزة. طبعا استغرقت أكثر من ربع ساعة أنا ظل بس أعجن بيها. تقدرين طبعا تستخدمين العجانة، وخليت لها كيس غذائي وعفتها. ومثل ما قلت لكم أنا ما استخدمت هنا الخمرة، هنا بس خليتها ترتاح بين ما أكمل الحشوات اللي راح نحشي بيها الكليتشة. استخدمت تمر، طبعا مفلسته وخليت له سمنة وخليته بالسمنة وصار بهذا الشكل، والبجوز ويا المبروش، وبالإضافة إلى الحلقوم. البجوز كسرته بهذا الشكل، وضفت له ملعقتين كبيرة من الشكر، وخليت له ملعقتين هم كبيرة من الماء، وخليت له طبعا ملعقة كبيرة من الهيل كذلك. اللي يريد يحب يسوي بس البجوز واحدة، أنا ضفت بالإضافة إلى البجوز خليت له مبروش وياه. هنا جينا على عجينتنا حتى راح نبدي نشكل الكليتشة مالتنا. هنا عجينتنا جاهزة، وراح أبدي أحشيها أول شي بالتمر. احنا يعني الأغلبية يحبون أو مقسومين بالنص، ناس تحب التمر، ناس تحب الحلقوم. وبصراحة يعني اللي يحبون الحلقوم أكثر، بس أنا بالنسبة لي أحب التمر، كلش أحب كليشة التمر. هنا أنا سويتها بهذا الشكل، يعني بشكل التقليدي، بشكل البسيط ما يستغرق وقت، وبنفس الوقت يعني تطلع الكليتشة حلوة وبسيطة وسريعة. شكلها بسيط وحلو وسريعة بالتشكيل مثل ما تشوفون. وانتي تقدرين تستخدمي، طبعا انتي تقدرين تسويها بأي شكل انتي تحبيه. وجبت قطاعة وقطعتها مثل ما قلت لكم، استخدمت الشكل التقليدي للتمر، سريعة وسهلة
وما تستغرق، يعني ما تستغرق وقت. هنا أحشي بالتمر. بديت بالتمر يمكن لين أنا أحب حشوة التمر. طبعا هاي حتى الوجه، حتى أطلي بيه وجه الكليتشة بيضة وملعقة كبيرة من الحليب وفانيلا. بيضة وحليب وفانيلا. قسم يخلوا لها نسكافيه، أنا ما خليت. وبديت هنا راح أبدي راح أحشي الحلقوم. أول شي أسوي هاي الدوائر بهذا. طبعا أنا سويتها بهيك شكل حتى أسرع لي. اختاروا أي حجم يعجبكم وقطعوها بهذا الشكل حتى دوائر تصير سهلة، وبنفس الوقت أحجامها متساوية. مثل ما قلت لكم احنا بالبيت من عشاق الحلقوم، يا حلقوماتي انتو. ومثل ما قلت لكم تقدرون تسووها انتم باي شكل يعجبكم، بس هذا يعني انا استخدمت هذا الشكل بالتقطيع لان سريع وبسيط وحلو. طبعا انا شغلت الفرن على درجة حرارة 180، العين الفوق والجوة. سابقا أنا كنت أحشي الكليتشة كذلك بحشوة التوفي بالشوكليت، هم كان طعمها كلش طيب. بس احنا هنا هالأيام كلها بدنا نمشي على الحلقوم. هنا أنا قطعت دوائر أخرى حتى أبدي أحشي المبروش والجوز والهيل. ومثل ما شفتوا خليت ملعقتين من الماء. تقدرون انتوا تخلون ماي ورد، مو إلا ماي، ملعقتين ماي ورد أو أي ماي زهر، انتوا كيفكم. هنا شكلتها بهذا الشكل، هم الشكل التقليدي اللي احنا أغلب العراقيين نحب هذا الشكل. أتمنى تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس وأكون ممنونة منكم. هنا راح أسوي أكثر من شكل وأطلي وجهها بالبيض والحليب والفانيلا. صارت جاهزة. سهمكم العافية، وإن شاء الله نلتقي أنا وياكم بيوميات جديدة من يوميات ماما رنا. إذا حابين تتابعوني عندي صفحة على الانستغرام، أتمنى تجون وتزوروني بيها. وهنا سويت خفيفي. سهمكم العافية، مع السلامة.